مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. الساعة دلوقتي 6 المغرب، وانا بصراحة نازلة رايحة مشوار متأجل بقاله اسبوعين. مش مشوار قوي يعني، نازلة اجيب شوية طلبات كده ليا وشوية حاجات ليا انا بصراحة، مش حاجات للبيت. والله لقيت حاجة للبيت في طريقي هجيبها، ما لقيتش خلاص مش هجيب. يعني لو في حاجة لفتت نظري. طب انا نازلة اجيب ايه بصراحة؟ عايزة اروح اشوف قماش. نازله تربيعه القماش في الغوريه، هحاول اصور لكم. بس يا رب الدنيا تبقى حلوه والتربيعه تبقى يعني هاديه شويه، لان هي بتبقى زحمه جدا جدا. تبقى زحمه وشوارعها ضيقه، للي عارف الشوارع ضيقه يعني انت تبقي ماشيه بجنبك كده وحد معدي من جنبك، فالتصوير بيبقى صعب. بس هحاول حتى لو هاخد لكم مقتطفات. وبعد كده عايزه اخش الحمزاوي، عايزه اجيب حنه، وعايزه اجيب شويه حاجات لشعري. بقالي فتره طويله قوي 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 ما عملتش ماسكات ولا حمام زيت يعني، وشعري لا اتبهدل خالص، فانا بصراحه متضايقه. فهنزل هجيب حنه، عايزه اجيب نوع حنه حلو كده بلدي، مش لون غذا يعني، انا مش هاممني اللون، لان انا شعري لونه حلو عاجبني يعني. ولكن غذا محتاج ان هو يتغذى شويه، وانتوا عارفين ان الحنه في الصيف احسن من الشتاء، بتنشف اسرع والشعر بيمتصها اسرع وكده. فان شاء الله احاول اخش اشوف نوع حنه كويس، ما يكونش مغشوش او ما تكونش مخمومه، لسه برضه اشوف الدنيا هتعمل ايه معايا من الحمزاوي. وعايزه اجيب حلبه مطحونه عشان اعجن بيها الحنه، وعايزه اجيب ورق صدر، وعايزه اشوف شويه زيوت نقصان يا رب بس افتكر وانا تحت. ومحتاجه شويه حاجات كده واخش التربيع. المهم ان النزوله دي بتاعتي انا بقى، يعني نزولتي انا، اجيب فيها اللي ناقصني وادلع بيها نفسي كده واشوف انا ناقصني ايه. وزعت يوصل الحمد لله، قعدت مع طنط جارتي هنا بس يعني. بصراحة في الحاجات الصعبة دي هي اللي بتحتويني يعني. فخدتها وانا قلت لها قيمه ساعه كده وراجعه، فقالت لي براحتك. عارفين بقى اللي هو الام الحنونه، براحتك عيشي. فعارفين انا ما بصدق انا الحوار ده، لاني ما بعرفش انزل بيسر خالص طبعا، بالذات لو هتجيبي طلبات مش فسح الدنيا بتبقى صعبه قوي بالاطفال. فالمهم هاخدكم معايا ان شاء الله، لو عرفت اصور لكم تحت اصور لكم، ما عرفتش الحاجات اللي هجيبها ان شاء الله هوريها لكم باذن الله برضو في الفيديو ده. يعني ايه، نحاول ان احنا نظبط الدنيا كده. فيلا بينا قبل ما الوقت يسرقنا، علشان انا اصلا لما بنزل الوقت بيسرقني خلقه يعني. فيلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى ونبدا الجوله بتاعتنا. اول حاجه هنا ركبت العربيه اللي هي السبع راكب او العربيه الفان، اهل القاهره عارفينها يعني. انا بحب اركب يا جماعه جنب السواق، العربيات دي بتبقى ضيقه وهي وسيله المواصلات الوحيده، فلما بركب جنب حد ورا الدنيا حر بقى وممكن تلاقي حد لزق فيك، انتوا فاهمين يعني. فبريح نفسي وباخد جنب السواق وما بركبش غير جنبه، نادرا قوي ما بركب ورا. اول حاجه نزلت بالعربيه الفان دي قدام الحمزاوي، دخلت جبت الحاجات اللي هتشوفوها معايا في اخر الفيديو اللي قلت لكم ان انا محتاجه اجيبها لشعري. دخلت بقى وجبت شويه حاجات. وبصوا بقى، عايزه اقول لكم ان الحمزاوي دي عالم يا جماعه، عالم والله العظيم، جميع انواع العطاره والاعشاب والزيوت. وبصوا زي ما انتم عايزين. بعد كده بقى هنا صورت لكم المدخل بتاع بوابه الغوريه او بوابه التربيعه دي الغوريه او مدخل الغوريه. عايزه اقول لكم المدخل ده كده بيغسلني من جوه، بحس ان انا برتاح لما بروح هناك. هنا دي مدخل التربيعه او اولها. دخلت هنا على طول عند الراجل اللي بجيب منه، بصراحه ما لفتش، الدنيا كانت حر وكانت زحمه. فدخلت حبيت بس ايه ان انا اصور لكم لقطه كده عشان اوريكم جمال القماش والوانه، ساده بقى ومشجر وسي واي وسوفت، وبصوا اشكال والوان زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى هنا كنت خلاص جبت الحاجه بتاعتي وكنت هتكل على الله، لان انا نزلت الحمزاوي ونزلت على طول. دخلت التربيعه يعني ما لفتش. وهنا بقى كنت بقى راكبه وماشيه بوريكم بقى الشارع، وبوريكم بقى جامعه الازهر ومسجد الازهر بقى والحسين. بصوا يا جماعه انا منطقتي دي عالم كده، منطقتي دي عالم لوحدها. وانا دايما بحمد ربنا ان انا من سكان مناطق الازهر والحسين والجماليه والاماكن الجميله دي. المهم بقى خليكم في اخر الفيديو عشان تشوفوا الحاجات اللي انا جبتها. جينا الحمد لله بسلام. ايه الجو ده يا جماعه؟ الجو نار نار نار. ايه ده؟ ده انا نزلت ما خدتش معايا النضاره وقلت الشمس خلاص راحت، انا نازله الساعه 6 لقيت
انا بقعد قدام، يعني انا بقعد جنب السواق قدام عشان يعني اقعد براحتي ومحدش يقعد جنبي والدنيا حر وتلزيق والكلام ده. والله العظيم الشمس مخترقه الازاز وداخله في عيني، ده انا حاسه ان انا مش شايفه، انا الدنيا عامله معايا كده، دخلت كده. الشمس بتتعبني كمان. اصلا انا ما غبتش، يعني انا ما غبتش، هو مسافه الطريق رايح وجاي، ويا دوبك اول محل دخلت عنده جبت، لان انا زبون، يعني زبون المكان ده لما بنزل اول حاجه بروح عنده، لو ما لقيتش اللي عجبني بمشي. رحت خطفت اللي انا عايزاه والله ومشيت، ما دخلتش التربيعه زحمه والدنيا حر جدا. فالمقتطفات اللي انتوا شفتوها دي من محل واحد، من محل واحد، وصورت لكم الدخله بتاعه الغوريه. تمام، فتعالوا بقى اما اوريكم انا جبت ايه. اول حاجه زي ما شفتم كده في الفيديو الاولاني، انا رحت الاول دخلت الحمزاوي، جبت ورق الصدر اهو الحمد لله. عايزه اقول لكم ان ورق الصدر ده كله تمن ب 10 جنيه، هو ب 80 جنيه الكيلو، كل ده تمن. فانا لما هطحنه بقى يعني ايه، انا كده كده هاخد منه شويه صغيرين بشويه صغيرين للماسكات، سواء للحنه او سواء للماسكات اللي هعملها. فهو ما شاء الله كبير، بس يعني ايه، هو كتير. فلو انت عندك لورا او ورق جوافه ومش هتعرفي تميزي في الريحه، اكتبي عليه ورقه، لزقي عليه تيكت لو هتجيبيه ورق، لانه ممكن تتلخبطي ما بينه وما بين اللورا وورق الجوافه. تمام. تاني حاجه بقى جبتها، جبت ربع حلبه. تمام اهي، ما بحبش ريحتها، ما بطيقش ريحتها. جبتها حصى عشان المطحونه ممكن تتخم، يعني الا من رحم ربه بقى، يعني ممكن الحلبة المطحونة تتخم بحاجات، تمام، يتحط عليها حاجات وتتخم عشان تبقى كتيرة. فأحسن حاجة ان انت تجيبي الحلبة حصى، تغسليها وتسيبيها تنشف، وبعد كده تطحنيها بالمطحنة، دي أحسن حاجة. وبعد كده بقى تودي ريحة الحلبة من المطحنة، تطحني عيش بمعلقة بن عشان بس الريحة بتاعت الحلبة تروح، لأن ريحة الحلبة قاتلة، أنا ما بشربهاش وما بحبهاش خالص، بس للضرورة. الحلبة ليها فوايد للشعر يا جماعة وللجسم رهيبة رهيبة، حتى لما بتعمليها ماسكات للجسم. طبعا انت لما بتشربيها هي رهيبة فظيعة يعني، وبتطلع السموم اللي في الجسم وتحفة، ولكن انا ما بشربهاش. ولكن فايدتها لما بتتحط في الزيوت وبتتحط ماسكات حلوة جدا، ولكن احنا عشان ما بنحبهاش فما بنشوفش فوائدها، ولكن عشان احنا مضطرين هنشوف فوائدها. وجبت حنة، ريحة الحنة حلوة، يعني ريحتها حلوة، ريحتها باينة ان هي حنة حلوة، هتبان بقى في العجن، يعني لما اجي اعجنها هتبان الحنة الحلوة. لما تيجي تحطيها في ايديكي وانت بتعجني لونها الاحمر بيثبت معاكي كتير، لكن الحنة اللي مش قد كده او المضروبة لونها مش بيثبت في ايديكي. فانا هعجن حته صغيره قوي بايدي اشوف اللون هيثبت ولا لا، عشان لو اللون ثبت يبقى انا لازم البس جوانتي او جلافز وانا بعجنها، لان هتثبت في ايدي وانا ما بحبش لون الحنه في الايد الحمراء. تمام. ولكن لو يعني لونها ما ثبتش قوي هتبقى حنه مش اللي هي مش احسن حاجه، ولكن برضو هنستخدمها، لان احنا هنحط لها شويه حاجات هنعلي من فايدتها، يعني هنحط لها ورق صدر، هحط لها حلبه، هحط لها شويه زيوت والكلام ده كله، فهعلي من فايدتها. ولكن انا اتمنى ان هي تبقى حلوه، يعني ان هي تبقى حنه حمراء قويه وكده. لو تفتكروا في اول الفيديو ان انا قلت لكم ايه، قلت لكم انا نازله اجيب حلبه وورق صدر وحنه، والحمد لله قضيت المهمه، جبت الثلاث حاجات. كنت عايزه اجيب زيوت بس انا عندي، وبعدين نوع الزيوت اللي لقيته هناك ما عجبنيش، يعني كان في نوع انا اصلا كنت شغاله فيه قبل كده في المكان اللي كنت شغاله فيه، نوعه مش احسن حاجه، عارفه ان هو شويه متخلط زيت بارافين، فانا عارفه ان هو مش حلو، فانا محتاجه نوع زيت حلو، نوع زيت اصلي. فيا اما هحاول ادور في معصره اجيبه من معصره تكون مضمونه نوعين الزيت او الثلاثه اللي انا محتاجاهم، او هقضي باللي عندي، يعني انا عندي زيتون وعندي جوز هند وعندي سمسم وعندي خروع بس شويه صغيرين، كنت محتاجه اكمل فما لقيتش بصراحه نوع حلو. فلما انزل اجيب بقى ان شاء الله هوريكم، سواء جبت من معصره سواء جبت نوع نضيف، هنشوف يعني هنعرف. تمام. تاني حاجه بقى اللي انا كنت نازله عليها
القماش. بس عايزه اوريكم حاجه جبتها ليا واليسر. جبت البونيهات دي، جبت اليسري بونيه لان انا بحميها كل يوم، وببقى مش عايزه كل يوم اغسل لها شعرها عشان ما ينشفش، وبالذات كمان في الشتاء. فجبت لها بونيه صغير شويه على قد دماغها، وجبت انا ليا واحد علشان ايه يعني ما اغسلهاش شعرها على طول. وبعدين لقيت البتاع ده بقى هينفعني امتى؟ هينفعني لما ان شاء الله اجي اقلع ليسر البامبرز، وابتدي ان انا اعمل لها بقى تدريب الحفاضه والكلام اللي هو ربنا يستر دوت. فلقيت ده عند الراجل جبت واحد بس، قلت هينفع حتى لو هتلبسه فوق الهدوم في الوقت اللي انا هبقى فيه بعمل لها التدريب ده، علشان يعني ما تزروتش الدنيا. جبته ب15 جنيه، فرخيص متهيألي. ومش هلبسه لها طبعا على اللحم لان هو بلاستر، ما ينفعش على اللحم، ما ينفعش، هيعمل لهم التهابات حتى لو في الشتاء لانه حامي وطبقتين. فهلبسه لها على الهدوم، وهشوفه اصلا هينفع ولا لا. يعني لسه انا كل ده بجرب، لسه ما اعرفش، يعني لسه ما دخلتش المرحله القويه دي. تمام. اول حاجه جبتها في القماش، جبت القماشه دي اسمها سوفت، قماشه جديده كده نازله من السوفت يا بنات. تحسوا ان هي ما بين السوفت وما بين الستان، وفيها لمعه كده وخشنه. بصوا فيها تقليمه كده، متهيألي باينه اهي، فيها تقليمه. والقماشه دي نازله جديده اسمها سوفت حاجه، بس انا نسيت والله. فيها لمعه فعجبتني بصراحه. جبت المتر منها جايباه ب65 جنيه. جبت اللون اللي انتوا شفتوه ده، جبت 3 متر. وجبت اللون ده. انا كنت نازله على الاحمر، انا كنت نازله عايزه اجيب حاجه حمراء والله العظيم. وبعد ما اخترت لون تاني قبل ما الراجل يقطعه، قلت له سبحان الله يا حاجه انا نازله على ان اجيب حاجه حمراء. راح مشاور لي عليها، قال لي طب ما الاحمر اهو. قلت له طب ماشي، عجبتني نقشتها. بصوا تمام، عجبتني نقشتها. طب هتلبسيها على ايه يا هند؟ دي هتبقى زي كاردي مفتوح كده، وهيبقى تحتيها البيزك السي واي ده احمر برضو. ممكن بقى احمر، ممكن مره اعمله بيج على حسب لون الورد، ممكن مره اسود لو حابه ان انا اقفل الطقم بتاعي يبقى ما يبقاش مبهرج قوي. بس لان انا رايحه مناسبه ان شاء الله الحق اعمله قبل بكره. انتوا متخيلين؟ قبل بكره لازم اكون عامله الطقم ده قبل بكره، القطعتين دول. فلو لحقت هروح بيه، ما لحقتش هلبس حاجه من اللي عندي يعني وهتتقضى، وبرده هعمله الشكل اللي في دماغي. ايعقل اجيب لي لاختي حاجه واجيب ليا حاجه، وما اجيبش للجميل الصغنن قلب امها؟ يعني كلنا نلبس جديد والكتكوت اللي منور حياتنا يلبس قديم؟ لا طبعا. جبت لها المتر ده نفس القماشه، طبعا يسر كتير عليها متر، كتير قوي اوفر. انا ما بلاقيش حد يديني نص متر في التربيع، قليل يعني، قليل اللي ممكن يديكي نص متر. تمام. دي حاجه. الحاج اللي انا بتعامل معاه ممكن لو الطوب كبير يقطع لي نص متر ممكن، ولكن والله العظيم سبحان الله دي كانت اخر قطعه عنده في الطوب، كانت عامله متر و20 سنتي او 25 سنتي حاجه كده. فهو حتى حسبها لي اقل من 65 جنيه، يعني حسبها لي تقريبا على 55 او 50 جنيه، لانها اخر حته في الطوب وهي اللي عجبتني. يعني انا ما خدتهاش اخر حته في الطوب فارخص، لا، هي ما فرقتش ال10 جنيه او ال5 جنيه بتاعه المتر، ولكن هي عجبتني، لونها عجبني، فكانت اخر حته فخدتها. كبيره عليها، كبيره، المتر كبير لان يسري سفيسه خالص، فانا بستخدم لها متر القماش بوظفه لها في كذا حاجه. يعني ممكن مثلا ايه، اعمل لها دريس، واعمل لها سوت، اعمل لها مثلا جيبه، واعمل لها شميز مثلا. يعني ايه، بحاول ان انا اوظف لها المتر في كذا حاجه، لان هو بيفيد قماش منه، ما ينفعش يتعمل لي انا حاجه، يتعمل لها هي برضو. بنطلون بقى، بلوزه، سوت، جيبه، حاجه تانية كده، شكل تاني للدريس او فستان. فبنحاول نوظفه بس. تمام.
ده الفيديو بتاعنا. لو انت وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش متابعه لبيج الفيسبوك، وما تنسيش كمان تعملي اشتراك لقناه اليوتيوب عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ولو يعني بقى في تيك توك وانستجرام يعني شهيصوني كده لو انتوا استفدتوا بالفيديو دوت. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار عن القماش او اي حاجه خاصه بمحتوى الفيديو ده اكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.